مش كل شركات رحلات التعويض زي بعض. بص يا دولي، تعال نقارن مع بعض بسرعه الفرق بين كومبنسير واير هيلب وانت اختار الاصح لمشكلتك. النقطه الاولى هي التغطيه الجغرافيه. كومبنسير بيركز اكتر على الرحلات المرتبطه بالاتحاد الاوروبي المشموله تحت القانون EU 261. اما اير هيلب بيغطي اوروبا وامريكا والشرق الاوسط واسيا، تغطيته اوسع. 2. انواع المشاكل اللي بيغطوها. كومبنسير بيشتغل على التاخيرات، الالغاءات والرفض بسبب الاوفر بوكينج داخل اوروبا. اير هيلب بيغطي كل ده، وكمان عنده دعم اضافي لحالات معينه زي الاقلاع المبكر الايرلي ديبارتشر وخدمات داخليه اضافيه. 3. طريقه التقديم والمتابعه. الاثنين بيشتغلوا اونلاين، لكن اير هيلب عنده تطبيق على الموبايل تقدر تتابع طلبك لحظه بلحظه. 4. الرسوم والعموله. كومبنسير بياخد 25 ل 30% لو التعويض والطلب اللي انت قدمته نجح. اير هيلب الناحيه الثانيه بياخد نسبه 30 ل 35%، بس لو استخدمت خدمه اير هيلب بلس المدفوعه هيكون ليك مزايا اكتر. اخر حاجه سرعه المعالجه. كومبنسير معروف بسرعته في الحالات البسيطه، بعض القضايا بتتحل عنده خلال اسابيع قليله. اما اير هيلب بياخد وقت اطول، ولكن ده بسبب التعقيدات الاكبر في الحالات اللي بياخدها. باختصار، عايز حل بسيط وسريع لرحله اوروبيه، كومبنسير هيكون هو الحل الافضل بالنسبه لك. ولكن لو مشكلتك مع خطوط تانية وعايز تغطيه اوسع وميزات اضافيه، اير هيلب هيكون هو الاختيار الانسب بالنسبه لك. هسيب لينكات الويب سايتس بتاعتهم، وقدم وشوف مستحقاتك في دقايق. سلام.